دلوقتي دورك كمشجع اهلاوي، ايدك على الزرار ودوس سكيب لاي حاجه هيعملها رئيس مجلس اداره الاهلي، سكيب لمدير فني فاشل، سكيب اللعيبه للاسف محسوبين على النادي الاهلي ان هم لعيبه سوبر ولاعيبه نجوم، سكيب الاداء انت مجبر عليه من النادي الاهلي، سكيب لاي حاجه بنشوفها، سكيب لاي خرا بتشوفه، ادعم يا عم. هو كولر مجبر عليه بنسبه 100%. كولر مكمل معاك ماتشين صن داونز. كابتن محمود الخطيب حالف ما يمشي الراجل الا لما يطلعنا بموسم صفري قاري ومحلي. فسكيب لاي حاجه، سكيب ان انت صوتك كمشجع مش واصل للاداره، او بمعنى اصح مش فارق معاهم. فسكيب لاي حاجه في الفتره دي. اوعى تحمل كولر الغلط كله. كولر مدرب شمال ومش طايقينه ولا طايقين نشوف وش امه، بس مجلس اداره النادي الاهلي هو التوب، هو الفساد كله، هو الخراب كله من كابتن محمود الخطيب. سكيب لاي حاجه. اللي طالعين يقولوا لك كولر مكمل بعد مباراه سان داونز علشان يلبسنا الطرحه، يبقى لا دوري ولا افريقيا. البس يا جمهور الاهلي، مش فارق معاهم، مش فارق معاهم. الاهلي طالع بموسم صفري مش محلي، لا ده قاري. ليه؟ عشان الشرط الجزائي في العقد 3 مليون يورو. طب ايه يا كابتن باقي بنود العقد؟ بنود العقد الثانيه اللي هو لازم يبقى فيها بند رئيسي ان في حال سوء النتائج بيتم فسخ العقد بالتراضي. ده اي نادي في العالم عقلاني بيعمل البند ده او بيحط البند ده. البند ده ما اتكلمناش عنه ليه؟ بس اداره الاهلي اداره ناجحه، بتجيب صفقات وبتجيب. طب فين الاداء؟ فين روح اللعيبه؟ فين الغرامات اللي كنا بنشوفها زمان لما كنا نتعادل ماتش ولا نفقد نقطتين ولا تعادل بس كنت تلاقي الغرامات نازله؟ دلوقتي انت ما بتقدرش توقع عقوبه على اللعيبه. هات لي اخر عقوبه وقعتها على اللعيبه وتمت نص مليون جنيه وسحبناها مش عارف لما كسبنا الزمالك والكلام الفاضي ده. هيطلع واحد يقول لي طب سوء النتائج، ما كولر بيكسب ايه؟ ضيع منك 2 سوبر افريقي وبيكسب. خسرك في كاس عالم للانديه في مباريات انت خلاص قاب قوسين او ادنى من ان انت تلعب ريال مدريد وتقول لي سوء نتائج ايه؟ بيخسرك دوري، ما بتشاركش في كاس مصر. ليه ما بتشاركش في كاس مصر؟ سؤال برضه، انا ليه ما بلعبش في كاس مصر؟ انا ليه المجهود البدني بتاع لعيبتي واقع؟ ليه لعيبه النادي الاهلي المفروض انت بتريح بتلعب كل اسبوع ماتش، واوقات كتير بقى في توقفات دوليه حصلت كتير انت بقيت تريح بالشهر، ما بنشوفش الاهلي. ليه المستوى البدني ده؟ بس عاش كابتن محمود. ادعم سكيب، ايدك على الزرار ودوس سكيب. كولر مكمل سكيب، الاداء زي الزفت سكيب. امام عاشور بيتخانق مع رامي ربيعه سكيب. امام عاشور شادد مع الشناوي سكيب. كهربا قبل ما يمشي كان شادد مع الشناوي سكيب. عدي سكيب. هو فيديو بعنوان سكيب، تخطى اي حاجه بتحصل في الاهلي. وكابتن محمود للاسف ضيع هويه الاهلي وضيع شخصيه الاهلي. دلوقتي احنا فرحانين عشان امام بيجري واخر دقيقه. طب ما انا بجري كل يوم ورا الميكروباصات كده، ما حدش بيسقف لي ولا حد بيشجعني. صباح الفل، صباح الخير على دماغكم. للاسف شواد قطيع. جمهور سوشيال ميديا، جمهور اللي في المدرجات ده وقسما بالله ما جمهور ولا يمت الجمهور الاهلي بصله. الجمهور اللي في المدرجات ده لا يمت جمهور الاهلي بصله. ما تحاولوش تجملوا الموقف، ده مش جمهور الاهلي والدنيا كلها عارفه ان ده مش جمهور الاهلي. بس ادعم مجلس الاداره وادعم الفريق. عندنا ماتش مهم، ولما نخسر ان شاء الله من بطوله افريقيا يبقى تعالى اتكلم. سلام.